كان أمير تنس الذي لاذ بالفرار ابنا لأخ سلطان تلمسان. لم يعتبر بما لقيه منا، بل سمع يتفوه بهذه العبارة: هنيئا لملك إسبانيا، فهو سينتقم لي من هؤلاء الأتراك. لقد تبين لنا أن هذا الرجل لم يبقى في قلبه ذرة من الإسلام، فقد كان يظن أن الإسبان قادرين على انتزاع الجزائر من أيدينا وجعله سلطانا عليها. هكذا كان يسبح بخياله في هذا الوهم. ثم علمنا بعد ذلك أن ابن أخ سلطان تلمسان قد استولى على تمس بدعم من الإسبان وبما جمعه حوله من الأعراب، وأن أهالي تمس الذين أنقذناهم من ظلم الإسبان قد رضوه أن يكون أميرا عليهم. شرع ملوك وأمراء تونس وتلمسان في التحالف مع كفار إسبانيا، وحبك المؤامرات ضدنا سرا وعلانية. لقد كانوا يعلمون بأننا سوف نزيحهم عند أول فرصة تتاح لنا. كانت الرسالة التي بعث بها هذا الولد الشقي إلى سلطان تونس قد وقعت في يدي، وذلك قبل أن يمضي شهران على وفاة والده. ومما جاء في تلك الرسالة: لنكن أنا وإياك يدا واحدة لاستئصال شأفة الأتراك، ونطرد خير الدين من الجزائر، فأكون أنا سلطانا عليها في مكانه. وقتها سوف أغدق عليك أموالا طائلة. لقد كان والدي يحب الأتراك كثيرا، أما أنا فلا يوجد قوم أبغض إلي منهم. عندما وقعت الرسالة التي بعث بها ابن القاضي إلى سلطان تونس في يدي، عرفت منها ما كان يحيكانه من مؤامرات ضدي. ومن جانب آخر راح يرسل إلى كل النواحي يجمع الناس ويدعوهم إلى التمرد قائلا: ما الذي جاء بالأتراك إلى الجزائر؟ هذه بلاد العرب، لنجتمع ونتخلص منهم جميعا. كان أخي عروج رجلا رقيق القلب، يكره النفاق والتلون، محسنا عفوا عامر القلب. ولذلك فقد عفى عن أهالي تنس، ودعا أميرهم وقال له مؤنبا: ما لك أيها السافل؟ إن ما فعلته لم يجرؤ أحد من قبلك على فعله، ولن أعير اهتماما بما تشيعه عني، من أني قرصان لا هم لي إلا قطع الطريق في عرض البحر. أيها الملعون يا من جعلت نفسك عبدا لسيدك ملك إسبانيا، ألم تعلم أن ملكك هذا قد أعمل السيف في رقاب مئات الألاف من مسلمي الأندلس؟ كانت قلعة بجاية في أيدي الكفار الإسبان. اشتبكنا معهم في معركة دامت 3 ساعات ونصف، قتل فيها أكثر الكفار. عندما علم أعراب البوادي بانتصارنا في بجاية، لحق بنا 20,000 رجل منهم لمساعدتنا، إلا أنهم لم يكونوا يعرفون فنون القتال جيدا. وعندما أدركوا أنهم عاجزون عن مهاجمتنا انصرفوا عنا، وتوجهوا إلى مرسى الجزائر. كانت غايتهم افتكاك أكبر ميناء في مدينة الجزائر من أخي عروج. بات أخي عروج تلك الليلة ساجدا يدعو الله تعالى أن يمن عليه بالنصر. وعند طلوع الشمس جمع بحارته. كان لديه عدد كبير من المجاهدين العرب والبربر والأندلسيين، غير أنهم لم يكونوا يعرفون فنون القتال مثل الأتراك، بل كانوا يلوذون بالفرار عندما يتحرج موقفهم. قبل قدومنا كانت عادة الأهالي عندما يرون الكفار، يتفرقون كأسراب الطير في السماء. فمنذ أكثر من 100 سنة لم يكن في الجزائر دولة ولا حكومة. لقد كان الكفار يعرفون هذا، ولأجل ذلك استولوا على أحسن الموانئ الجزائرية. قديما كان الإسبان يمطرون مرسى الجزائر بقذائفهم، فيضطر أهالي المدينة إلى الخضوع لهم وقبول ما يملونه عليهم. أما الآن فلم يعودوا يفعلون ذلك بسبب خوفهم منا.
ودعنا أخي عروج، ثم خرج إلى تنس. وعندما رأى أهالي تنس أن عروج قد اقترب من المدينة، أدركوا خطورة الأمر فقاموا بتقييد ابن أخي سلطان تلمسان، وسلموه إلى عروج رئيس وهم يقولون: أنت السلطان ونحن عبيدك، الذنب منا والعفو منك. ولذلك فقد عفى عن أهالي تنس، ودعا أميرهم وقال له مؤنبا: ما لك أيها السافل؟ إن ما فعلته لم يجرؤ أحد من قبلك على فعله، ولن أعير اهتماما بما تشيعه عني، من أني قرصان لا هم لي إلا قطع الطريق في عرض البحر. أيها الملعون يا من جعلت نفسك عبدا لسيدك ملك إسبانيا! ألم تعلم أن ملكك هذا قد أعمل السيف في رقاب مئات الألاف من مسلمي الأندلس؟ في هذا الوقت كنت راسيا ب22 سفينة قرابة سواحل مستغانم التي فتحتها دون عناء. كانت مستغانم قريبة من وهران التي كانت بيد الإسبان. وحين كنت في مستغانم قدم علي الأمير عبد الله فقبل ردائي بتضرع. اليوم التالي وصل إلى جيبل شيوخ القبائل وأعيانها من الجزائر بل حتى من تونس. قبلوا يدي وأعلنوا خضوعهم وتبعيتهم لمولانا السلطان سليمان خان، وأنهم سامعون مطيعون لما يأمر به. ثم دفعوا إلي الخراج السنوي وأعلموني بأنهم حاضرون لإمدادي بما أحتاج إليه من رجال، وقالوا: معاذ الله أن نكون قد شققنا عصا الطاعة لمولانا. فنحن لا نرضى أن تنسب إلينا هذه اللوثة. إننا معتزون بتبعيتنا للسلطان سليمان خان، ولا صلة لنا بما جرى في الجزائر من تمرد وعصيان. أعددت جيشا وسرت به إلى تلمسان، فلحق بنا في الطريق الأمير محمد، فقبل يدي وانضم إلى جيشي. لم أجد سوى مقاومة صغيرة لاذ بعدها سلطان تلمسان بالفرار، وأرسل إلي بعد ذلك العلماء يطلب العفو. فقلت لهم: سأعفو عنه عندما يجيء بنفسه معتذرا. فجاء السلطان المتمرد ودفع إلي الخراج المتأخر، والذي كان مقداره 110,000 دينار، ثم جثى على ركبتيه وتشبث بقدمي. كنت سلطانا على الجزائر، وفي الوقت ذاته كنت عبدا بسيطا لدى العثمان بمنصب بايلربي الجزائر، إلا أنني كنت أعرف في أوروبا باسم ملك الجزائر. لم يكن هؤلاء العرب يعرفون النظام ولا الطاعة، فهم لم يعيشوا في كنف دولة ينتسبون إليها. هكذا جاءوا وهكذا كانوا يقضون حياتهم. غير أن بعض بحارة الذين قدموا من الأناضول كانوا قد التحقوا بخدمة ابن القاضي، فسودوا بخيانتهم تلك وجه الأتراك. بعد هلاك ابن القاضي جاءوا جميعا ووقفوا بين يدي مطأطئي الرؤوس جامعين أيديهم على صدورهم. لقد وقفوا بتلك الطريقة تعبيرا عن استسلامهم، لأن الأتراك لم يكونوا ينبطحون أرضا مثل العرب. لم يكن ثمة شك في أن أكبر أعدائنا هم كفار إسبانيا، كما كنا في حالة حرب مع كافرة أخرى كالجنويين، إلا أننا منذ استقرارنا بالجزائر كنا مضطرين إلى الانشغال بالأمراء المحليين وأشباههم في الجزائر وتونس والمغرب، الذين كانوا مستائين من وجودنا. فالمغرب كان يحكمه سلطان ينتمي إلى أسرة ملكية عريقة، إلا أنها فقدت قوتها واستقرارها في الفترة الأخيرة بسبب الحروب الداخلية. ولم يكن في شمال إفريقيا دولة أخرى ذات أهمية غير مملكة المغرب. أما تونس وتلمسان اللتان كان يحكمهما الحفصيون وبنو عبد الوادي، فلم يعد لهما أهمية على الإطلاق. أمرت بأن تضرب النقود وتقرأ الخطبة باسم السلطان سليم خان،
فقد كان مقصدي أن لا تضرب النقود ولا تقرأ الخطبة باسم أي سلطان آخر غير السلطان المعظم سليم خان. في هذا الوقت كان سلطان المغرب يعتبر أكبر ملوك العرب في إفريقيا. كنت أعتقد بأنه ما لم يتم إخضاع سلطان المغرب، فإنه من المستحيل بسط سيطرة الأتراك على إفريقيا. وذات يوم طلبت حضور عدد من أمراء العرب إلى الجزائر، وخطبتهم قائلا: إن السلطان المعظم سليم خان الآن هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تسنى لكم أن تتركوا خليفة المسلمين وسلطان العالم وتقرؤون الخطبة وتضربون النقود باسم سلطان المغرب؟ إن مستقبلكم ومستقبل بلادكم مرهون بضرب السكة باسم السلطان المعظم. والويل لكم إن خالفتم وعصيتم.